اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اللي تم يوم الاثنين بتاريخ 13 نوفمبر 23 صدر عنه مجموعة من القرارات تم الإعلان عنها من خلال قناة نادي الزمالك. القرارات جاءت كالتالي: 1. إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر. 2. خصم 25% من مستحقات أحمد فتوح و20% من مستحقات محمد صبحي و15% من مستحقات مصطفى الزناري. 3. اختار اللاعبين واتحاد الكرة بالقرار واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع. 4. إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى تقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوب باتخاذ الخطوات التنفيذية. 5. سبق وتم اختار المدرب خوان كارلوس أوسيريو بتوجيه الشكر له وإنهاء عقده وفقا للإجراءات المقررة، وقد تم دعوته للحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر، ولذلك تم اختاره عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديد موعد يوم الثلاثاء مع المشرفين على الكرة من أجل إنهاء هذا الأمر. 6. سحب قرار مجلس الإدارة الصادر بالجلسة العادية رقم 20 بتاريخ 18/4/23 والممتد بتاريخ 27/4/23 في الموضوع رقم 1 فيما تضمنه منح السيد الأستاذ مرتضى أحمد منصور رئيس النادي السابق الرئاسة الشرفية، وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصاتها وما يترتب على ذلك من آثار. 7. التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى أحمد منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية داخل النادي. 8. لم يتم طرح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بالمدير الفني سواء أجنبي أو مصري، وتم تجديد الثقة في الكابتن معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني. 9. الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 23 بدولة الإمارات العربية المتحدة. 10. تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية بالنادي يعرض على المجلس خلال شهر. 11. الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم. مصير فتوح وصبحي من معسكر المنتخب. كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عن موقف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي عقب قرارات إدارة الزمالك. قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بتأكيد عرض الثنائي للبيع وإيقافهم لمدة شهر مع خصم مبالغ مالية من مستحقاته، مع اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بتلك القرارات ونتائج التحقيق من جانب الشؤون القانونية في الزمالك. إيهاب الكومي وعبر تصريحات تلفزيونية أكد أن الثنائي فتوح وصبحي مستمران في معسكر المنتخب الحالي، وقرار خروجهم من المعسكر بيد روي فيتوريا فقط، واتحاد الكرة لا دخل له. وتابع أن فتوح ومحمد صبحي من أعمدة المنتخب الرئيسي، لا يمكن التدخل في مصيرهم عقب قرارات الزمالك الأخيرة، وأن الأمر بالكامل بيد الجهاز الفني. والسؤال الصراحة اللي لازم يتسأل ولازم بجد يتسأل، اللعيبة دي لو لعيبة في الأهلي والأهلي هو اللي أخطر اتحاد الكورة والجهاز الفني للمنتخب بإيقافهم وتحويلهم للتحقيق وخصم المبالغ مالية من فلوسهم وكل الكلام ده، كانوا هيفضلوا برضه في المعسكر؟ التحرك الرسمي للزمالك بشأن مستحقات أوسيريو. كشف مصدر من داخل الزمالك خطوات مجلس الإدارة القادمة بشأن مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو، وذلك عقب محاولة تقديم أوسيريو شكوى مؤخرا في اتحاد الكرة بشأن مستحقاته المالية. وكان بيان الزمالك قد كشف عن قرارات مجلس الإدارة وقد أوضح أنه تم طلب عقد جلسة مع أوسيريو من أجل منح المستحقات ولكنه لم يحضر، مؤكدا أنه تم توجيه الدعوة من جديد للمدرب للحضور لمقر نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته يوم الثلاث. مصدر من داخل الزمالك كشف أن أحمد سليمان وحسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرفان على فريق كرة القدم سوف يعقدان جلسة مع أوسيريو يوم الثلاث من أجل حسم مصير المستحقات. تم إبلاغ أوسيريو بموعد الجلسة من خلال اتحاد الكرة وعبر خطاب رسمي وفي انتظار قدوم. خوان كارلوس أوسيريو لسه لم يتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك، وتواجد في مقر الاتحاد عشان يعرف الإجراءات اللي المفروض إنه يعملها عشان يتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك، ولكنه فوجئ بوجود أحمد حسنين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مع عبد الواحد السيد مدير الكورة، ووقفوا معاه واتكلموا. كلام ما طولش، لكن واضح تماما ان الراجل في حالة توتر، وان الزمالك بالفعل اثبت انه ارسل جواب
لاوسيريو عشان يحضر يوم الاثنين لنادي الزمالك، ولكن الراجل ما راحش النادي وراح يقدم شكوى، لكن في النهايه هو لسه ما قدمش شكوى. تعليق عمرو ادهم على مستحقات اوسيريو. حرص عمرو ادهم عضو مجلس اداره نادي الزمالك على التعليق على ذهاب الكولومبي خوان كارلوس اوسيريو المدير الفني للزمالك للجبلايه لشكوى النادي، الامر الذي اكد الزمالك على صحه موقفه بعد ان ارسل نادي الزمالك وفدا الى مقر الجبلايه لتوضيح الموقف، وتم الاتفاق على جلسه تتم في مقر النادي يوم الثلاثاء. عمرو ادهم وعبر تصريحاته ابدى اندهاشه من ذهاب اوسيريو الى الجبلايه لمجرد التفكير في شكوى الزمالك، واكد ان اتحاد الكره من الاساس غير منوط به استقبال مثل هذه الشكاوى، لان العلاقه ما بين اي نادي وما بين اي مدرب تنظمها لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم. وشدد على ان الفيفا هي جهه الاختصاص الوحيده في العلاقه ما بين الانديه والمدربين. واكد عمرو ادهم في نهايه تصريحاته ان مجلس الزمالك في انتظار اوسيريو لتسويه الامر الخاص بمستحقاته. وانا الصراحه عندي سؤال مهم جدا جدا للسيد عمرو ادهم، والاول للكابتن حسين لبيب. هو مش اوسيريو ده عنده رقم حساب نحط له فيه الفلوس وناخد بعد كده ما يثبت ان احنا حاطين الفلوس وبعد كده يخبط دماغه في الحيط، ولا ايه الموضوع؟ وديات استعدادا للمشوار الافريقي. قرر معتمد جمال القائم باعمال المدير الفني داخل نادي الزمالك وضع العديد من الخطط خلال التوقف الدولي من اجل الاستعداد لضربه البدايه في الكونفدراليه. معتمد جمال قرر خوض التدريبات على فترتين، الاولى 9 صباحا والثانيه 3 عصرا. كما تقرر اقامه مباراتين وديتين، الاولى 15 نوفمبر امام فريق توت عنخ امون، والوديه الثانيه امام فريق الهلال الليبي يوم 19 نوفمبر، من اجل مزيد من الاستعداد للاعبين لضربه البدايه وعلاج السلبيات والاخطاء والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الاصابه. جلسه عبد المنصف وعواد. عقد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق جلسه مع محمد عواد حارس مرمى الفريق على هامش ميران الزمالك يوم الاثنين. الجلسه جاءت على هامش الميران، حيث طلب عبد المنصف من عواد التركيز في المرحله القادمه من اجل العوده الى صفوف المنتخب، وطلب منه بذل قصارى جهده في التدريبات لحجز مكانه في تشكيله الزمالك الاساسيه، وبالتالي ضمان تواجده في قائمه منتخب مصر. وطلب منه ان يكون تصديه لركلات الجزاء في مباراه البيراميدز الاخيره والمساهمه في صعود الابيض للنهائي قوه دفع له في المرحله القادمه. محمد عبد المنصف اكد لمحمد عواد ان الفرصه امامه للعوده الى قائمه منتخب مصر للمشاركه مع المنتخب في بطوله الامم الافريقيه القادمه، بشرط الجديه في التدريبات والالتزام والتركيز. والله يا اوسه، هو انا شايف الحاجه الوحيده اللي تفصل محمد عواد عن رجوعه للمنتخب بل وحجز مكانه اساسيه في المنتخب هو ان سيادتك تتغير. مجلس الاهلي يعتذر عن الزياره. مجلس اداره النادي الاهلي اعتذر رسميا منذ ساعات عن زياره نادي الزمالك. الزياره التي كان مقرر لها الخميس القادم 16 نوفمبر لتهنئه مجلس اداره الزمالك بالفوز في الانتخابات، إلا أن مجلس إدارة الأهلي تقدم باعتذار عن الزيارة خلال الأيام القليلة القادمة كما كان مخطط. إلغاء الزيارة جاء بسبب تعرض العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي لوعكة صحية خطيرة كما تم توصيفه، حيث أن حالته لا تزال حرجة. مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تقبل الاعتذار الخاص بمجلس إدارة الأحمر، مؤكدا تفهمه للموقف وأن سبب الاعتذار هو سبب طارئ. إذاعة مباراة القمة في السلة عبر قناة الزمالك. أعلنت قناة نادي الزمالك عن إذاعة مباراة كرة السلة ما بين الزمالك والأهلي يوم الثلاث في ذهاب دور الثمانية لدوري المرتبط لكرة السلة. اللقاء سيكون يوم الثلاث على صالة نادي الزمالك في ذهاب دور الثمانية 6 مساء بتوقيت القاهرة. وعبر الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي تم الكتابة: ملوك كرة السلة المصرية فرسان الزمالك وجها لوجه مع الأهلي في دور الثمانية لدوري المرتبط لكرة السلة غدا في تمام 6 مساء، الزمالك والأهلي من صالة الزمالك وعلى شاشة قناة الزمالك. يذكر أن لقاء الإياب سيكون يوم الجمعة القادمة الموافق 17 نوفمبر. صدمة لجماهير الزمالك بالنسبة لمباراة القمة. كشف طارق سعيد المشرف على قطاع كرة السلة في نادي الزمالك مصير الحضور الجماهيري لمباراة الزمالك أمام الأهلي في كرة السلة، وكتب عبر حسابه على الفيسبوك: بناء على الاجتماع الأمني للبت في حضور جماهير في مباراة الزمالك والأهلي دوري المرتبط الساعة 6 مساء الثلاثاء في المباراة التي ستقام بصالة نادي الزمالك، تقرر إقامة المباراة بدون حضور جماهيري. تم الاكتفاء بأعضاء مجلس الإدارة فقط من كلا الناديين، والحضور الإعلامي بعدد محدود، وعدم السماح لأي تجاوز في الحضور عن السابق ذكره.
حقيقة مش قادر افهم ايه الازمه في الحضور الجماهيري داخل صاله نادي الزمالك في مباراه زي دي. اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك يقدر يتدخل ويلحق الموضوع ده قبل المباراه، ويتم السماح لجماهير نادي الزمالك بالحضور. وان لم يتم السماح لجماهير نادي الزمالك فيتم السماح لاعضاء الجمعيه العموميه داخل نادي الزمالك بالحضور.